السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم تكنيك بالعربي. معكم كابتن رائف البطوش. اليوم راح نحكي موضوع كثير حوله إشاعات وكثير حوله نقاشات، لكن راح ننهي هاي النقاشات بهذا المقطع. القدم اليمنى والقدم اليسرى في كرة القدم، علم، أعصاب، تكتيك بحسم المباريات. اليوم راح نحكي عن لاعب القدم اليمنى ولاعب القدم اليسرى، شو الفرق بينهم، وين أفضل، وين أحسن، وين المنتشر أكثر، ونقضي على جميع التساؤلات الموجودة عندكم بهذا الخصوص. موضوع شيق وكثير منتشر وكثير حوله تساؤلات. في كرة القدم ليست كل الأقدام متساوية. 79% من لاعبي العالم بيلعبوا بالقدم اليمنى، 21 فقط هم اللي بيلعبوا بالقدم اليسرى. لكن الغريب، كثير من أعظم اللحظات في تاريخ اللعبة خرجت من القدم اليسرى. اليوم ما راح نحكي رأي، راح نحكي علم، تشريح، أعصاب، فيزيولوجيا وتكتيك يفسر لماذا القدم المسيطرة ممكن تغير مصير مباراة كاملة. لما نحكي القدم المسيطرة يعني القدم اللي انت تلعب فيها، سواء كانت يمين أو اليسار. المحور الأول، السيطرة القدمية من منظور عصبي. من أين تأتي القدم المسيطرة؟ حكينا سابقا القدم المسيطرة هي القدم اللي انت بتلعب فيها. بكرر هذا الموضوع لأنه انت راح تسمع كلمة القدم المسيطرة كثير خلال المقطع. علميا السيطرة القدمية ليست اختيار، بل هي نتيجة مباشرة لسيطرة أحد نصفي الدماغ، أو طريقة تنظيم القشرة الحركية وسرعة نقل الإشارات عبر الجسم. اللاعب الذي يلعب بالقدم اليمنى يتحكم فيه النصف الأيسر من الدماغ. يعني أنت بتلعب قدمك اليمنى، النصف الأيسر هو اللي بيتحكم في القدم اليمنى. دائما هذا اللاعب يا شباب يميل للقرارات الخطية الواضحة المتوقعة. اللاعب الأعسر اللي بيلعب كرة القدم، اللي بيلعب برجله اليسار، يتحكم في النصف الأيمن، أكثر ميلان للإبداع الحركي، زوايا غير مألوفة، قرارات فجائية. طبعا عندنا دراسات عصبية حتى عام 2025 تشير أن أصحاب القدم اليسرى يمتلكون تواصل أسرع نسبيا بين نصفي الدماغ. هذا يمنحهم تفوق في المراوغة المعقدة، التغيير المفاجئ للاتجاه، اتخاذ قرار في أجزاء من الثانية. المحور الثاني، الندرة وتأثيرها التكتيكي. الأرقام لا تكذب. لما نحكي 79% من لاعبي العالم بالقدم اليمنى، 21% فقط باليسرى. يعني المدافع منذ الطفولة بتدرب ضد لاعب يميني، ضد لاعب بيلعب رجله اليمنى. النتيجة عندما تواجه لاعب أعسر أو بيلعب بالشمال، زوايا الجسد بتكون مختلفة غير اللي أنت تعودت عليه، واللي أنت تعودت عليه نتيجة إنه في عدد كبير بيلعب بالرجل اليمنى. يعني ممكن أنت كمدافع كطفل بالحصة التدريبية الواحدة تكون في مباراة يهجم عليك مثلا 5 لاعبين، ممكن ال5 يكونوا باليمين، ممكن واحد منهم يكون باليسار. لذلك لما يهجم عليك واحد باليسار تكون زاوية الجسد مختلفة، اتجاه التسديد غير متوقع، توقيت التدخل راح يتأخر لأنه أنت عقلك متعود على اللعب اليميني، بس يجيك لاعب الشمال فبتشعر أنه في إيش، بده وقت عقلك حتى يتأقلم مع حركة هذا اللاعب. لهيك الأجنحة اليسرى هم الأندر. 2، الأظهرة اليسرى الجيدة تحصل على قيمة سوقية أعلى. طبعا يا شباب ليس لأنهم أفضل، بل لأنهم أندر وأصعب قراءة. طبعا أنا بحكي هون من ولد وبيلعب في قدمه اليسار. المحور الثالث، زوايا الهجوم والتشريح الحركي. الآن كيف بدك تصنع من القدم اليسرى زاوية قاتل؟ في علم الميكانيكا الحيوية، زاوية مفصل الورك، اتجاه دوران الحوض، نقطة ارتكاز القدم الدائمة، كلها بتختلف بين لاعب أعسر في الجناح الأيمن أو لاعب أيمن في الجناح الأيسر. لذلك اكتشفوا تكتيك معين اسمه الجناح المعكوس. الجناح المعكوس يرى الملعب بزاوية أوسع. لما تكون أنت بتلعب برجلك الشمال يسار وأنت بتلعب جناح يمين، فأنت مش ضروري تضلك دائما طالع على الخط، أنت بتدخل على العمق. مجرد ما تدخل على العمق أنت
بصير عندك تسديد بقدمك القوية نحو إيش؟ القائم البعيد. هذا طبعا شو؟ بقلل زمن رد فعل الحارس، بكسر التكتلات الدفاعية. لكن نقدر نقول عن جناح المعكوس برى الملعب زاوية أوسع، بدخل للعمق بدل ما يضل على الخط، دائما بسدد بالقدم القوية نحو القائم البعيد. وهذا يا شباب هو تكتيك الجناح المعكوس. لذلك في دراسات تحليل أداء 2024-2025 أظهرت أن نسبة الأهداف من التسديد من العمق أعلى عند الأجنحة المعكوسة بنسبة ملحوظة بشكل كبير نسبيا. المحور الرابع، قوة التسديد. هل فعلا القدم اليسرى أقوى؟ علميا لا توجد عضلات أقوى، لكن توجد ميكانيكية توليد طاقة مختلفة. اللاعب الأعصر غالب بيمتلك دوران جذع أسرع، تسلسل حركي أكثر انفجار، نقل طاقة أفضل من الجذع للساق. لذلك عندنا مثل أمثلة عالمية، روبرتو كارلوس، أدريانو، رياض محرز، سجلوا تسديدات بسرعات استثنائية. حتى اللي موجود حول العالم القياسات بتلاقي إنه القدم اليسرى لها أرقام عالمية ممتازة جدا مقابل القدم اليمنى. الدراسات الحديثة بتشير إنه نسبة كبيرة من أسرع التسديدات التاريخية جاءت من أقدام يسرى بسبب نمط دوران الجسم للعضلة نفسها. يعني الموضوع موضوع ميكانيكا. لما نحكي كلمة ميكانيكا شباب هي حركة العضلات كاملة مع بعضها، يعني مجموعة عضلية تتحرك في وقت واحد بأسلوب معين حتى توصل هاي القوة إلى القدم وبالتالي إلى الكرة، بالتالي تكتسب هاي السرعات الاستثنائية. المحور الخامس، الإصابات والجانب المظلم. القدم المسيطرة الأكثر عرضة للخطر. طبعا هنا إحصاءات طبية، خطر الإصابة في القدم المسيطرة هي 1.6، لأنها بتسدد، بتغير اتجاه، بتتحمل الحمل المتكرر. اللاعب الأيمن غالبا يصاب في القدم اليسرى المرتكزة بسبب ضغط الركبة والكاحل أثناء التسديد. اللاعب الأعصر يعاني إصابات إجهادية في القدم المسيطرة لأنه بركز على اللعب فيها. عدم التماثل العضلي، فجوة من 5 إلى 7% بين القدمين. الأكاديميات والأندية في 2025 بتحاول تقليصها حتى تقلل من تمزق العضلات، إصابات الرباط الصليبي. وهون راح ندخل على المحور السادس المهم، تسمعوا كثير كويس. لاعبو القدمين مستقبل اللعبة. اللاعب ثنائي القدم كابوس دفاعي. علم الأعصاب يؤكد تدريب القدم غير المسيطرة يعيد تنظيم القشرة الحركية للجسد. النتائج راح يكون في قرارات أسرع، تنوع هجومي، صعوبة تنبؤ بالحركة. الدراسات الأوروبية، اللاعبون ثنائيو القدم يحصلون على أعلى أداء، خلينا نحكي على تقييمات أداء أعلى بنسبة من 20 إلى 22%. ولهيك في ألمانيا، هولندا، إسبانيا حاليا في تركيز على تدريب القدم الضعيفة منذ الطفولة. لكن انه انت تبلش تدرب القدم الضعيفة وانت اصلا القدم الاساسية المسيطرة عندك ضعيفة، هاي مشكلة كبيرة. لذلك في حلين، يا اما انه انت اذا دخلت بكير على كرة القدم، خلينا نحكي من عمر 8 سنوات الى عمر 12 سنة، انت بتبلش تتمرن في القدمين. لكن انا بشوف انه بعد ال 12 الى 15 سنة انت بدك تقوي قدمك المسيطرة بشكل كبير، ولا تهمل قدمك الارتكاز، هي القدم الاخرى، بحيث انه انت يكون لها اوقات تدريب غير اوقات التدريب الرئيسية، حتى انت تحصل على نتائج مرضية ومذهلة في القدمين. وفي الختام، القدم اليمنى او اليسرى ليست مجرد تفضيل شباب، هي اعصاب، تشريح، فيزيولوجيا وتكتيك. اللاعب الذكي ما بيعتمد على قدمه القوية فقط، بل بفهم جسده، بطوره علميا، لأن كرة القدم الحديثة لم تعد موهبة فقط بل لعبة علم. أتمنى منكم الاشتراك بالقناة، دعمنا ومشاهدة المحتوى حتى نقدر نتطور، نعمل كل إشي جديد ممكن يفيدكم في كرة القدم. وشكرا.